السلام عليكم، اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا. النهارده جالكم فيديو جديد خفيف كده، ان شاء الله يبقى خفيف فعلا على قلبكم. هو كده يوم بسيط، حبيت اشارككم كده حاجه جديده في حياتنا هتحصل او حصلت يعني، فان شاء الله الفيديو يعجبكم كده ويكون مفيد بالنسبه لكم. طيب بدأ بيومي كده بايه؟ بدأ بكوبايه شاي بحليب او تفطر. خالص كده، شويه حاجات بسيطه قوي في البيت. انا بحب اليوم اللي هكون نازله فيه اكون سايبه البيت كده مفيش حاجه. فالحمد لله كنت مخلصه كل حاجتي قبلها بيوم، عشان لما انزل النهارده ما احسش ان انا ايه، متسربعه ورايا 100 حاجه وكده. فانا نازله دلوقتي. قلت هخرج كده شويه، بقالنا كتير ما خرجناش، وكمان عايز اجيب شويه حاجات لديما. اشتركت لها كده في نادي، وعايزه بقى اشوف ايه الحاجات اللي انا محتاجاها في التجهيزات بتاعه النزول والنادي والحاجات دي. فعايزه انزل كده اشوف محلات الهدوم، واشوف ايه الحاجات المتاحه، واشوف الاسعار، ويعني حاجه جديده كده ما اعرفش نظامها ايه. فبرضه مش عارفه اسعارها ايه. فهننزل كده دلوقتي، قلت افطر كده على السريع. وننزل نجيب الحاجات، ولما ارجع ان شاء الله هوريكم الحاجات اللي هجيبها واقول لكم هنعمل ايه. وصلت هنا لمحل ديكاتلون دوت في مول العرب، ده لبس الرياضه. بصوا يا بنات، المايوهات حلو قوي، انا عاجبني ده قوي. بصوا ده كمان حلو، ان هو مقاوم للكلور، عشان لو نزلت حمام السباحه يبقى حلو. في الوانات منه، بس مش لاقي حاجه بنطلون وكم خالص، كله شورت كده وتيشيرت نص كم. ده بيبيز برضو، مش عارفه ايه. بصوا حلو ده. ده حلو جدا. انتي بتعملي ايه؟ ما صدقت لا ترومبلين. وبعدين يعني ننزل نشوف حاجه الرياضه الاول. لا خليكي هنا، انا همشي واسيبك. ماما حلو المايو. فين؟ حلو المايو. لا انا غلطانه. اوكي. طب يلا تعالي وريني كده. حلوة وريني. حلوة دوت. شايفاني كويس؟ ده كام؟ ده هنا ده كام؟ يعني شايفه كويس؟ متاكده؟ حلو عليكي. مش عايزه تتظبط، بس حطي ورا. حلوه، هاتيها. هنا بقى السليبرز، وهنا البونيهات. بصوا البونيهات دي انا عجبني ده قوي. استنى وراكم. بصوا القمر ده، البونيه ده حلو جدا، كمان سعره كويس، عامل 79. ووتر بروف، بس للاسف مقاسه صغير. فهنشوف بقى الوان مقاسات تانية. بصوا ده حلو، ده برضو ده حلو. صباح الخير، صباح الفل. النهارده يا بنات تاني يوم. بصوا الساعه دلوقتي 11 الا تلت. فالمفروض بقى عايزه اجهز الحاجه اللي هاخدها معايا لديما، وعايزه اوريكم برضو جبت ايه الحاجات كلها. وتعالوا كده نشوف مع بعض. بصوا اول حاجه ده كده ديفاكتو. بصوا يا بنات، اول حاجه جبت لها البنطلون الليجن ده. انا كنت عايزه حاجه تبقى ماسكه كده على رجليها، عشان نبقى شايفين، او الكابتن يبقى شايف حركات رجلها مظبوطه ولا لا. فقلت حاجه حلوه كده تلبسها، تكون مظبوطه عليها وما تبقاش مهروله. وطبعا هتبقى لابسه حاجه من تحت، وكمان القاعه عشان مقفوله، فدي برضو ميزه، فمش هتبرد ولا حاجه. ده كان سعره 200 بدل 300. هو اصلا كتير عليه 300 اصلا، و200 برضو كتير عليه، بس ما كنتش لاقي حاجه كويسه كده. ده كده اول واحد جبت لها لون رمادي. بصوا قلت البسها عليه ايه. بصوا هي عندها سوي شيرت كده، ده كده اهو. هو برضو ايه، مش تقيل قوي، فحلو ان هي ممكن تلبسه وهي بتلعب رياضه. وزي ما بقول قاعه مقفوله، فهتبقى كويس كده معايا. فجبت لها ده، قلت تلبسه على السوي شيرت ده. بصوا ده من ماكس. بصوا جبت لها البنطلون ده كحلي.
بصوا بقى الحركات بقى دي جميله قوي. بصوا من تحت عامل ازاي، التفصيله بتاعته حلوه برده، ليجن يا بنات. وتحس ان هو، بصوا هو مش قطن قوي، تحس ان هو فيه ليجن كده او ووتر بروف، بس اللي برده كويس. ده كان سعره 130 جنيه. انا كنت بدور في ماكس على بقيه الالوان لان سعره بصراحه كان كويس. كل الالوان اللي موجوده فوق ال6 سنين و7 سنين، لا اما من 2 ل3، لكن سن بقى 4 و5 و6 ما كانوش موجودين. الالوان بقى التانية اللي موجوده الكحلي الاغمق من دوت، والاسود والجري الفاتح والابيض والبينك، في درجات كتير جدا حلوه عندهم، سواء باللي فيه دانتيل او اللي من غير دانتيل. فقلت اقول لكم برده عشان لو عايزين حاجه زي كده تجيبوها للنزول بقى، دخلة الصيف، النادي، الحاجات دي. ده قلت برضه اشوف لها اي سويت شيرت عليه وهي رايحه تلبسه عليه برضه، يكون خفيف كده تلعب بيه. نيجي بقى من عند الديكاتلون ده. انا مش عارفه لو الاسم كده مكتوب، هو بالعربي اسمه ديكاتلون، بالانجلش حاسه حاجه تانية. فبصوا بقى جبت من عندهم ايه، تا 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 تا. بصوا بقى يا بنات، بصوا الحلاوه، بصوا يا جماعه حلاوه المايو خطير، اللون تحفه تحفه. وبصوا يا بنات، هو ووتر بروف وتقيل من الحته دي، تقيله قوي، وهنا اخف شويه، بس جبت لها المقاس بتاعها مظبوط، اللي هو من 5 ل6. ده كده هو حاطط لي كل حاجه، وحاطط لك بقى ورقه هناك انتوا اكيد شفتوها، فيها بقى التعليمات بتاعته كلها. بيقدر يستحمل الميه قد ايه وحراره قد ايه. وقالوا كمان ان في انواع من المايوهات بتبقى مكتوب عليها ان هي مقاومه للكلور زي ده كده، عشان اللون ما يغيرش. في انواع تانية ما ينفعش تنزلي بيها كلور. فده كده حلو قوي. بصوا عجبني، هو شورت كده ونص كم، كنت عايزه اجيب لها بكم وبنطلون بس مفيش خالص. ده يعتبر كده المتاح، والباقي بقى زي ما انتوا عارفين العريان والتو بيسز. فقلت ده خلاص ده حلو قوي. بصوا برضو جبت لها البونيه ده، شفتوا التاني كان عجبني ازاي، كان لونه احلى قوي، كان لونه اللي هو الافتح من ده كده، بس طبعا ما كانش في مقاسها. ده كده اهو البونيه، برضو ووتر بروف، ومن جوه بقى فيه التعليمات بتاعته كلها. بصوا بقى بالنسبه للاسعار، المايو عامل 600، بتاع البونيه ده عامل 100، والنضاره ب190. بصوا بقى النضاره. فيا رب بقى بعد كل ده تعرف ان شاء الله ان شاء الله كده ايه تنزل وما تخافش، فربنا يستر. تعالوا بقى اوريكم اكتر حاجه مهمه في الموضوع ده كله، البورنوس يا جماعه. بصوا ووتر بروف كله، ومن جوه فوطه، حتى بص في الجيب كده من جوه فوطه، ومن جوه هنا تقيل جدا. هي الماركه بتاعته اسمها اقوى تقريبا، كل المحلات ما فيهاش غير الماركه دي. ده كده الظهر بتاعها اهي. احلى حاجه بقى فيها يا جماعه المنظر ده، من جوه تقيل زي البشكير كده او الفوطه، ومن بره ووتر بروف، عشان لو هي مبلوله وطالعه من حمام السباحه ما تتعرضش كده للهواء، فالهواء يخش كده في جسمها، والحاجات اللي مبلوله جسمها يعني ايه جسمها كله يشربها فتبرد او تتعب لا قدر الله. فده ميزته كده، ان الووتر بروف دوت هيمنع ان الهواء يخش خالص لجسمها. بصوا انا جبت لها دوت، ده كده اهو الماركه زي ما وريتكم، وطويل جدا. بص طويل لحد فين، جاي لحد مشط رجليها بالظبط. كان سعره عامل 400 جنيه، وده كده هو شكله. فده مهم جدا جدا، فده اهم حاجه. اتبسطت قوي ان احنا جبنا جاهز اللانش بوكس كده. انا قلت اعمل لها حاجه تكون خفيفه كده، وفي نفس الوقت عشان لو جاعت يبقى في اكل، لان انا ما اعرفش الدنيا فيها هناك ايه، وايه اللي ممكن يكون متاح مش متاح. فانا هعمل لها زي ما بعمل لها في المدرسه بالظبط. فانا لما بكون في المدرسه بحط اساسي معايا بيكون ثمره فاكهه، وهحط لها علبه عصير، واحط لها هنا برضو فواكه من اللي بتحبها. هنا في فراوله عندي فهحط لها منها. اصلا الاطفال اكتر حاجه بتحبها هي الفواكه، وتلاقي الحلويات والعصاير والحاجات دي، الاكل اخر حاجه بيفكروا فيها. وعندي هنا كيكه هحطها لها برضو. بس كده جهزنا اللانش بوكس اهو. نيجي بقى للشنطه بتاعتنا. بصوا انا حطيت البشكير والفوطه، وحطيت لها الطقم كامل بتاع المايو، كمان الكروكس ده كنت جايبه لها من النصر الرياضي، ممتاز جدا. هو غالي شويه بس بصراحه حلو قوي ومريح.
وحطيت كمان ازازه الميه واللانش بوكس زي ما انتم شفتوا كده، وخدت لها معايا السبراي بتاع الشعر، وحطيت لها كمان الفرشه وشويه توك كده على بنس عشان اعرف الم لها شعرها. ويعني حاولت كده على قد ما اقدر افتكر الحاجات اللي انا المفروض اخدها، فعماله اقول يا رب ما كنت ناسيه حاجه او في حاجه تاني مهمه اخدها معايا. قلت بقى مع التجربه هيبان ايه الحاجات اللي انا محتاجاها وايه الحاجات اللي هي ملهاش لازمه معايا. خلاص يا حلوين، جهزت كده الشنطه معاكم وحطيت فيها كل حاجه. يا رب ان شاء الله ما كنتش ناسيه حاجه وما اتزنقش فيها هناك. قفلت كده الشنطه، قلت اول حاجه، وبعد كده هنروح نفطر بقى دلوقتي عشان يومنا طويل، وبعد كده نتكل على الله. يلا بينا. تعالوا بقى نجهز الفطار مع بعض. قلنا نفطر قبل ما ننزل، لاني انا بقول لكم النادي انا ما اعرفش هو نظامه ايه هناك، ودي هتكون اول تجربه ليا عموما في حياتي ان انا اشترك في نادي او بنتي تروح حاجه زي كده. انا اشتركت لها في السباحه واشتركت لها في الجمباز. انا كنت رايحه على جمباز بس بصراحه، وخصوصا ان ديما كانت في الحضانه بتلعب جمباز مع الكابتن اللي كان بيجي بتتدرب معاه، فهي عندها خلفيه كده شويه وبتعرف تفتح حوض، يعني حسيت ان هي مايله للموضوع قوي. فلما رحنا النادي كده مرتين قعدنا نشوف كده وناخد جوله كده فيه، فلقيتها عاجبها موضوع السباحه وشايفه اطفال في سنها وبيعوموا، فلقيتها متحمسه الفكره. فباباها بصراحه اللي شجع على الموضوع دوت، بس انا قلقانه قوي عشان الجو ساقع، بس لا الحمد لله لقيت في منها نتيجه. وصلنا يا بنات اهو النادي الحمد لله، واصلين على الميعاد يا دوبك كده نغير وتدخل بقى ايه ديما. يلا يا دودو جاهزه؟ النهارده الجو حلو قوي الحمد لله كده ومشمس. يا رب بقى الشمس كده تفضل طالعه والجو ما يسقعش. يلا يا دودو. ايه رايكم في القمر ده؟ خلاص مش عايزه تلبس ده، اقنعوها ان لازم يتلبس. تلبسي دوت ماشي. يلا بينا يا بنات، يلا 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 ما تخافيش يلا. لا ما تخافيش. تمام. لعبة التنس. ديما جاهزة؟ يلا. لا عاملة ايه دي؟ عندك كام سنة؟ أول مرة؟ عارفين البوبلز؟ كل واحد عارف البوبلز؟ عارفة البوبلز؟ عارفة البوبلز؟ كل واحد يعمل كام بوبلز؟ اوكي؟ يلا هتشرب المية. ديما مبسوطة؟ لسه بتقولي ايه؟ هو ايه ده اللي حلوة؟ حلو ده الدنيا قوي. الدنيا حلوة والله، انت اللي احلى من الدنيا. المهم انبسطتي النهارده؟ ايه نطة القفز دي؟ ها؟ النطة كلها ثقة، شاطرة. اسم الكابتن ايه؟ كابتن محمود. كابتن محمود؟ بجد؟ شاطرة سألتيه يعني. طب يلا خلصي عشان احنا قدامنا بالظبط نص ساعة ونروح الجمباز. خلاص خلصنا ولبسنا اهو لبس الجمباز عشان نبقى جاهزين. شاطرة، مبسوطة منك. المهم تكوني مبسوطة هابي؟ باين عليكي. باين عليكي الانبساط. لا يا ديما بس انتي بصراحة حظك حلو. يا ديما النهارده حظك حلو، ليه بقى؟ الشمس طالعة والجو حر. قلت الجو ساقع وهتعيطي تقولي لي مش عايزة انزل والمية ساقعة، بس المية جميلة النهارده صح؟ مية حلوة.
هتيجي بكره تاني ولا خلاص كده انزل كفايه؟ هنا. هتنزلي هنا؟ حرام عليكي، ايه ده بتاع الكبار. دي تعلموني. بصي بس كنا- انزل كده. بس هي خلاص بتعرف تعوم، انت لسه. المره الجايه لما تكبري شويه شويه كده ننزل بقى الكبير وتاخديني معاكي، اتفقنا؟ انت عامله ايه؟ عامله قطه؟ احنا ناقصين قطط. عندك ايه دلوقتي؟ لا 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 لا. عامله قطه، ما علينا. بقول لك يا قطه يلا يلا عندك جمباز، خلصي يلا جو امشي. اسرع اسرع، هنطلع فوق. تحت ده بتاع الاطفال، بتاع الكبار. وصلنا يا بنات صالة المصارعة. الدنيا جوه زحمة جدا، لسه طبعا ما خلصوش، فاحنا قدامنا 10 دقايق وندخل بقى، بس يكون العدد اللي جوه ده خرج وبعد كده ندخل نقعد. مفيش مكان اصلا تقفي. اسرع اجري ديما ديما ديما. لعبي روحي كملي لعب. ديما ما بتصدق نروح اي مطعم يكون فيه كيدز اريا، يعني بص مهدوده طول النهار وجايه لسه عندها طاقه تلعب. فبس المهم جينا هنا لغايه نتغدى. بصراحه مش قادره ان انا اروح لسه اعمل حاجه ولسه اعمل غدا، فقلنا نتغدى كده قبل ما نروح. واليوم النهارده عدى على خير ولسه هيتعاد تاني بكره، فما حاسه ان انا مقتوله اصلا. فبس كده حبيت كده اعيشكم كده اليوم معايا، ويا رب يكون عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.